سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى كلكم تكونوا مزيان بصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على ثقاف الزواج، وغنعطيو علاج ان شاء الله على هادشي هذا. معظم ديال البنات كيكون عندهم عكس في الزواج، كيكون عندهم ثقافه على الزواج. يعني ثقافه على الزواج البنات كاين انواع، يعني هي بوابه كما تنقول، بوابه كبيره وبحر كبير. كاين اللي كيكون عندها العاشق او العاشقه، كيدخلوك من المرآة او لا تخطيتي شي سحر، ديما كيكون عندهم حب الامتلاك ليك، ما تيخليوكش انك توكلي على الله وتزوجي، ديما داير لك العكس في طريقك مع الشريك ديالك او مع السيد اللي بغيتي يخطبك. بعض المرات كتكون عندنا التابعه الى الزواج، يعني شحال من وحده ما عندها السحر ولكن عندها التابعه، فهمتوا؟ بسبب العين. نتوما كيكون عندكم العكس والتابعه، حيت كتكونوا ملي كنتو صغار مقبولين تبارك الله، الرجال يشوفوا فيكم، اللي شافك باغي يخطبك كلشي كيشوفك الحلال، فداكشي كيتكون ليك تابعه. وملي كيتكون ليك تابعه كيولي عندك عكس في الحياه ديالك، فهمتوني؟ هذا مشكل، وهذا مشكل اللي صعيب. ملي كتعرفي راسك انك عندك ثقافه للزواج، يعني اي واحد كيبغي يوصل للدار اولا حتى كيوصل للدار وكيخطبك ولا كيوقع التعارف وكينوض الصداع بيناتكم فجأة، سبحان الله سبحان الله، كينوض الصداع بيناتكم. عاد نتوما كتبغيو تفارقوا، عاد نتوما كيبين لك العيوب ديالو، وانتيا تيقول لك اللي فيك العيب فلان فلاني وفيك العيب فلان فلاني، كتوليو فارقين. اولا كيبلوكيك، ما كيبقاش يجاوبك، كتبقاي تصوني ليه ما تيجاوبكش، كتقولي انا ديما الجواز سبحان الله ما ميسرش ليا. ديما نتيا عندك جواز معكس. كاين بعض العلاجات الناس كيديروهم، واهم حاجه النيه. اي حاجه غتشديها لو كانت غير الحنه ورق وتدكيها وتغسلي بيها غتيسر ليك. ولكن شنو خاصك ديري في هذه الحاله هذه اللي انتي كتقولي انا جريت، انا عالجت، انا مشيت عند الطب ومشيت عند المعالجين، درت الرقيه، درت في هذه الحاله هذه انتي خاصك النيه، ديري نيتك كامل على الله. قبل ما تبداي العلاج اللي غادي نعطيك دابا، ضروري ما تصلي 2 ركعات وتستغفري. هذه حاجه ولا بد. علاش؟ باش الحاجه ديما كتبقى ميسره لك. بغيتي في خدمه، بغيتي قبول مع الناس، بغيتي اي حاجه، ديما بغيتي شي حاجه تيسر لك، ديما خاصك تبقاي تدعي وتصلي وتستغفري. اهم حاجه في العلاج في مكان ضروري من الصلاه. ملي كتصلي وكتسالي كتمشي عند الناس اللي كيبيعوا القفل الجديد، ما يحلوش ليك، لا حلو لك رجعيه ليه. خدي قفل كبير صغير متوسط على حسب جيبك، خدي قفل بيتيه تحت فراشك اللي كتنعس في الحاف في ناموسيتك، يعني بيتيه تحت الفراش مدة 3 ايام، ما يحلو حتى شي واحد. النهار الثالث تقولي بسم الله الله اكبر وغتحلي داك القفل. يعني كنهضر على الناس اللي عندهم السحر مديور ليهم ديال الثقاف بالقفوله. هادشي علاش انا كندوي دابا. نتيا مشيتي عند شي واحد دار لك الكشف قال لك عندك السحر بالقفال، على مثقفينك بالقفال، دار لك في تصويرتك سحر مدفون، هذه اهم حاجه غتبيتيه 3 ايام. 3 ايام وغتمشي عند العطار تقول لي عطيني ورقه الحنه وورق السدر والملحه الحيه، غتبيتيهم في الباركو ولا الشرجم. شوفي نتيا في السطل فيه الماء، والغد ليه غتصفي داك الماء. يعني انت ملي غتكوني شريتي المسائل، شريتي القفال وبيتيه 3 ايام، ونهار الثالث باش غادي نقول لك شنو غادي ديري، خصك تكوني شريتي تمشي عند العطار وبيتيه تحت نجوم الليل قبل الفجر، تدخليه وتصفيه في سطل اخر ولا في بوديزات الماء، ولا كل واحد شنو كيسمى على حسب المدينه ديال اي واحد. ملي كتصفيه كتنوضي مع الصباح مع الفجر، كتصلي الفجر، كتطلبي الله، كتطلبي كدعي الله تيسير جواجك. غير كتنوضي كتغسلي بداك الماء، متقولش لي غنسخنو غنديرو، ضروري يكون ما بارد قليل. اللي عنده الحساسيه اولا شي حاجه هذاك يقدر يكون الماء دافي شويه. الا بغيتو العلاج يكون علاج تام، واخا صعيب عليكم ولكن يسروا وربي كبير. خوي لك سطل ديال الماء
اجي حلي القفل ديالك، بسم الله حليه. ملي تحليه ديريه فوق البوطه او في كاسرونه، واحسن في كاسرونه غادي يطيب لكم بحال الدون. الكاسرونه ما يكونش فيها الماء، يكون فيها ولا يكون فيها غير داك القفل، يبقى يدير لكم حتى يحمر مزيان وطرطقوه على راسكم فوق السطل بحال الدون، بحال شكل الدون. 3 المرات، 3 المرات البنات، 3 المرات غديروها طرطقوه، ماشي 3 ايام كامله لا، 3 المرات ديروا طرطقوه على فوق الماء. وهذاك القفل غنحاولوا انه يتكوانسل باش ما يعاودش يتسد، وتلوحوه في الواد، لان الواد اللي ما عندوش السد البحر عنده السد. بالنسبه للناس اللي عندهم في شي مدينه، مراكش، المهم شي مدينه بحال هكا ما فيهاش البحر، فهذا عندكم نتوما مشكل ضروري خصكم تلوحوه في الواد. قلبوا ولا شفتوا الطريق ولا شوفوا شنو ديروا ولوحوه في الواد. ما يصلحش لكم انكم نتوما تلوحوه حاشاكم في الزبال ولا شي حاجه، من الاحسن البنات. واهم حاجه الناس اللي كيبغيو تيسير الجواز، يعني مع شي واحد ولا انت باغا تزوجي ولا هادي، نعطيكم واحد الصوره تبداو تقراوها يوميا قبل ما تنعسوا. حتى البنات اللي كيعرفوا يقراو ومعكازات وباغين التيسير، قبل ما تشريو هادشي هذا بواحد السيمانه اولا 3 ايام، بقاو تقراو سوره الانبياء، بقاو تقراو سوره الانبياء كل نهار كل نهار بنيه. كنقول لكم النيه بمعنى النيه، انا نيتي في داك السيد، انا نيتي انا نتزوج، يعني انا سيدي ربي كنصلي وكنطلبك تيسر ليا الزواج، انا سيدي ربي بغيت نتزوج، انا سيدي ربي بغيت نخدم. يعني نيتك شنو فيها؟ هنا الرفقه كتخدم، راه ماشي فك العكس هكاك وغتزوج هكاك، لا، واحد الرفقه كتكون عند المعالج اولا عندك نتيا كتخدم معاك في الخفاء، وانتي طبيعه الحال ما كتشوفيهاش. مي الا كان عندك، انا كنعطيكم ابعد الحدود، الا كان عندك العاشقه ولا العشيقه من بعد ما تفكي تقافك وداكشي كامل، غادي نقدروا نحطوا فيديوهات جداد ان شاء الله، فيديوهات على هادشي هذا خطوه خطوه، وان شاء الله نتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه، والله يسهل الجميع. ونتمنى نتلاقاو فيديو جديد او لايف جديد ان شاء الله. السلام عليكم.